السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة كوثر دياليس. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد الكيك يومي اقتصادي سهل في التحضير، كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف وناجح 100%. كيجي طالع وكيجي زوين بزاف. فاللي تيشوف فيديو لاول مره يشترك في القناه ويضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يتوصل كل ما هو جديد. وندوزو للمقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير غادي ناخذ 3 البيضات. هذه 3 البيضات متوسطين في الحجم، اللي بغى يدير 4 يديرهم. عندي قشر الحامض، وغناخد شويه من عسل الحامض. عندي 2 خمارات، وعندي كأس ونصف تاع الطحين. عندي كأس تاع السكر مع مرش، وعندي كأس تاع الزيت كذلك مع مرش. وعندي دانون هنايا تاع الفواكه. هنايا بالنسبه للدانون ممكن تستعملوا دانون فاني او لا كاس تاع الحليب او لا دانون طبيعي. فانا قضيت بهذا، كان عندي متواجد في المنزل. وغادي نضيف دابا 3 البيضات في الاناء اللي كنخدم فيه. غنوضع البيض والسكر سنيده، وغادي نطربهم مزيان حتى يذوب ليا السكر سنيده مع البيض. فهذه الطريقه الاولى اللي كنبدا بها انا الكيك ديالي. كندير السكر مع البيض. بالنسبه لهنايا الفاني ما درتوش، حيت انا غادي ندير قشره تاع الحامض، فلا داعي انني ندير السكر الفاني. عندنا حنايا الكيك منسم بنكهه الحامض. من بعد ما طربت هنايا البيض والسكر، غادي نضيف دابا الزيت وغادي نطرب مزيان حتى ينسجم ليا حتى هو مع البيض والسكر. من بعد ناخذ الحامضه ونحاول نحكها في الحكاكه رقيقه. نحك مزيان داك القشره تاع الحامض باش تعطينا ديك النكهه زوينه في الكيكه. وغادي نطرب هادشي شويه. غادي نضيف هنايا دانون. كيف ما قلت لكم دانون تعوضوه بكاس تاع الحليب او لا دانون طبيعي عادي ولا دانون تاع الفاني، المهم نتوما واللي بغيتو. وغادي نخلط مزيان. هنا غادي نعصر العصير تاع الحامض واحد شويه، المهم تقريبا واحد المعلقه كبيره هكاك تاع الحامض. فبالنسبه للحامض راه تيخلي الكيك يجي خفيف وتيجي طالع، تيجي زوين بزاف. ومن بعد غادي نضيف الطحين، غادي نغربلو. انا استعملت كيف ما قلت لكم كاس ونص تاع طحين، عبرته بكاس تاع العنبه. ونخلط هذا الخليط مزيان. وبالنسبه للخليط راه ما تيجيناش ثقيل بزاف، تيجي شويه خفيف. من بعد غادي نضيف الخمارات، 2 خمارات حمرين. وكيف ما شفتوا القوام تاع الخليط تاع الكيك ديالنا تيجي شويه مرخوف، ما تيجيش ثقيل بزاف. وهذا هو القوام ديالو كيفاش تيجي. هنايا خديت المول، كيف ما شفتوا هذا المول هذا اللي مثقوب من الوسط، المهم متوسط في الحجم. كتجي الكيكه ما بيهاش، ما تجيش صغيره ثاني بزاف. دهنتها بالزبده ورشيتها بالطحين. وغادي نخوي الخليط ديالي. هنا بالنسبه للخليط فانا كنهز دائما ملي تنبغي نخوي الخليط تاع الكيك في المول، كنهز دائما هذاك الاناء فين انا مخلطه فيه الخليط، وتنهزو حتى الفوق وتنخوي. فهذا تيخلي الكيكه تجي ناجحه معنا وتجي طالعه وتجي زوينه وكتجي مهويه من الداخل وما كتجيش نهائيا معجنه. فانا هنايا سخنت خليت الفران يسخن واحد شويه على نار مهيله. وغندخل ليه المول ديالي على نار كتبقى متوسطه مهيله حتى تيطيب لنا الكيك ديالنا، تعطي ديك الريحه تاع الكيك بلا راه طابت. وتنقلبوه ديك الساعه الا بان شويه محمرش من الفوق تنهبطوا لتحت يتحمر واحد شويه من الفوق ونخرج. هنا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران، كيف ما كتشوفوا راه تجي طالعه وجات محمره والريحه ديالها غزاله. هانتوما كيف ما كتشوفوا تجي محمره وكتجي زوينه بزاف. غادي نديمو ليها انا من المول وغادي نحطها في طبق تاع التقديم ديالها. هنايا بالنسبه للكلاصاج غادي نحتاج 2 معالق كبار تاع سكر كلاصي وعصير تاع الحامض. غادي ناخذ عصير تاع الحامض، غنحاول نعصر العصير وشويه بشويه وانا تنخلط حتى تنحصل على واحد بحال الكريم تاع السكر كلاصي. تيكون بحال، المهم حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يدير بحال الحليب المركز المحلى. تيكون بحالو في الكثافه، تيكون ما هو ثقيل ما هو ثاني جاري. وباش هكا ملي تنديروه فوق الكيك تيبقى داك الكلاصاج تيبقى باين ما تيذوبش. فإلا كثرنا ليه ثاني الحامض بزاف وجانا جاري ما غاديش يبقى تيبان داك الكلاصاج بيض فوق الكيكه. فهذا هو كيف ما كتشوفوا هكا تتكون الكثافه ديالو تيكون شويه ثقيل. انا المهم نشوف على حسب وانا تنخلط تنشوف واش نحبس ولا بركه. فهانتوما هكا تنحصلوا عليه
فكيجي زوين، كتكون فيه ديك الحموضه والحلاوه في نفس الوقت، كيجي زوين بزاف. وهنايا غادي ندير به خطوط فوق الكيك، غادي نزين، فتزيين على حساب الرغبه، ممكن ندهنوه شويه من الفوق ونحبسو اولا نديرو بحال هكا خطوط. فانا اخترت ندير ليه تزيين على شكل خطوط، وتيجي المنظر ديالو زوين، تيجي اللذيذ كذلك. فهنايا 2 معالق كيف ما قلت لكم تاع سكر كلاصي وعصير تاع الحامض، تنبقاو نزيدو شويه بشويه حتى نحصلوا على هاد الكثافه هادي. كيف ما قلت لكم تاني نعاود نقولها، الا كثرتوا الحامض بزاف وجاكم جاري، راه الا ملي تديروا فوق الكيك راه بحال تيمشي داك اللون الابيض ديالو ما تيبقاش. وهانتوما هنايا زينت بالكلاصاج كيف ما شفتوا تاع الحامض. من بعد غادي نزيد هنايا واحد طريفه تاع الحامض كتزيين، وانتم تزينوا بداكشي اللي عندكم في الدار. المهم ديروا اللي كان، ديروا مثلا ديروا من فوقو مثلا رشيشه تاع الكوك اولا تخليوها هكاك عاديه فتيجي المنظر ديالها زوين. فانا درت كيف ما شفتوا طريفه تاع الحامض، وزينت هنايا بذور تاع الخشخاش، درت رشيشه فوق الحامض وشويه من الوسط تاع الكيك. وهذا هو التزيين ديالها النهائي. فهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، تيجي المنظر ديالها زوين وتيجي منظرها راقي، وكذلك لذيذه بزاف، جات بنينه وجا خلط ما بين الحامض وداك الياغورت اللي ضفت لها تاع الفواكه تاع التوت، فجات لذيذه بزاف وجات خفيفه. وما بقى لي الا نقول لكم نتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم وتجربوا الكيكه، وراه كتجي رائعه وجات اكثر من رائعه. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ويلقاكم دائما في حسن الاحوال وحسن الظروف. ولا عجبكم الفيديو لا تنسوش على انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. فنخليكم على خير، دمتم في امان الله وبسلام عليكم.